انا باقيين صغار كتقول لها وداد الدراري غير انا ولا هما كنشدوا الطريق من بن سرقه وباقيين صغيورين كنهربوا من بن سرقه وتعتمدنا على رجلينا كنمشيو عند واحد جده كتغسل لينا رجلينا بالماء الطايب وداك الشيء كيقعد الوالد على 6 ايام ولا 7 ايام عاد يجي يسول فينا كنبقاو تانا مكرفصين انا والخوت وتماره ما كايناش معيشه ما كاين والو مشيتي تخدم فشي بلاصه كتشبع عصا ما مشيت نخدم عند شي واحد دابا بحال الميكانيك ولا السدور كنخدم معاه شويه تيضربني ولا شي حاجه كنمشي تاني نولي داخل معاه تحت الزيت في الصغر ديالي. واحد المره فاش مشيت دخلت معاه داك تحت الزيت ولقيت واحد العصابه هما يشدوني تكرفصوا عليا مزيان. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، ومرحبا بكم في عالم معمر الحقيقة فيه كتكون كيف ما كتبان، وإلا كنتي كتظن بأن قاع الجرائم عندها تفسير فمرحبا بك عندنا، وشعارنا دائما من أول شك إلى آخر حقيقة. تخيل راسك في مدينة تارودانت، مدينة الهدوء والأمان، حتى لواحد نهار في 2004 باللي واد الواعر قرر يخرج الأسرار اللي كانت مدفونة تحت الرمل. الصدمة أنه ما كانتش جثة وحدة، بل كانت مقبرة جماعية، 8 ديال الهياكل العظمية، الوليدات صغار مقتولين ومرميين بحال إلا ما عندهم قيمة. المدينة تخلعت والمغرب كامل تقلب وتزرع فيه الرعب. شكون هاد الوحش اللي عايش وسطنا وكياكل معانا وكيخدم معانا وهو كيخطط لأبشع الجرائم؟ اليوم غنحكيو قصة عبد العالي الحاضي، الحمال اللي كان كيتسنى الضحايا ديالو في المحطة وكيفاش غلطة صغيرة طيحاتو في الشبكة. البداية كانت ملي أحد الساكنة لقى جمجمة صغيرة في الأنحاء ديال واد الواعر، وهو تم كيتصدم بوجود كتر من جمجمة وحدة. ديك الساعة بلغ الشرطة والتحقوا العين المكان ديك الساعة. ملي قلبوا لقاو بلي الجماجم ما كاينش غير في ديك البلاصة من الواد، بل في بلاصة أخرى ما بعيداش بزاف. القصة ولات كابوس، الجثث كانت محللة بزاف، بقاو فيها غير العظام وصعيب يتعرفوا عليهم. المحققين بداو التحقيق والبحث بدا بلا ما يتسناو تقرير الطب الشرعي، وبدا البحث المعمق. المحققين جمعوا مع بعضياتهم وتفرقوا الفرق وبداو الخدمة. وبما أن الدراري باقين صغار شكوا أن القضية عندها علاقة بالاعتداء وهتك العرض، وبهذا الفرقة الأولى تكلفوا بأي واحد عنده بحال هاد القضية تم القبض عليه وبدا التحقيق معاه. أما الفرقة الثانية تكلفت باش تزيد تبحث في مسرح الجريمة، على الله داك البلاصة تزيد تخرج لهم شي حاجة. وفعلا لاحظوا باللي النوع ديال التراب اللي على الجماجم ماشي هو نفس نوع التراب ديال الواد. وفي هاد الأثناء كانوا فرق البحث أخرى منتشرين في المدينة كاملة. مهم، هاد المعلومات الأخيرة تدل على أن واد الواعر ماشي هو مسرح الجريمة الرئيسي. هنا زادوا حفروا على الله يكون أعماق هاد الواد فيهم نفس ديك التربة اللي على الجماجم. واحد المعلومة، شهر 8 واد الواعر كان واكح، واللي هذا قدروا يحفروا على خاطرهم. مهم، تأكدوا 100% أنه كاين شي مسرح جريمة وحدة أخرى. مهم، التراب ديال داك الواد والتراب اللي تلقى في الجماجم صيفطوهم لمعهد الزراعة في أكادير، على الله ينفعوهم بشي معلومة جديدة ويأكدوا لهم على الاختلاف ديال هاد جوج أطربة. وفي الأخير أكدوا لهم الشكوك ديالهم باللي هاد الأطربة مختلفين تماما على بعضياتهم. تقرير الخبرة اللي دار على التربة قال أنه هاد التربة ديال شي أرض كتوجد باش يتم البناء فيها. المحققين هنا فين ما كانت شي أرض غادي تبنى كيمشيو يديروا اختبار
على التربة ديالها على الله الطابق مع ديك التربة اللي لقاو على الجماجم. مهم خرج تقرير الطب الشرعي واللي كيقول انه الضحايا كاملين دراري والعمر ديالهم بين 10 سنين و 17 سنة، والضحايا تم الاغتصاب ديالهم عاد تقتلوا خنقا، وتقريبا هادي 3 سنين باش ماتوا. ايوا بما انه 3 سنين باش توفاو، يقدر يكون البقعة اللي كانوا فيها في الاول تبنات. ايوا المحققين تم دارت بهم نرد، ومن بعد بزاف ديال الفرضيات المحققين خرجوا بخلاصة انه هاد الجماجم تلاحوا جداد، يعني البقعة مازال ما تبنات. علاش؟ حيت الجماجم اللي تلقاو ما كانوش مدفونين تما، غير مليوحين من الفوق، ومازال عليهم التراب ديال الارض وحده اخرى. وحتى الساكنة افادوا بانه ديما كيدوزو من تما ما عمرهم لاحظوا بوجود هاد الجماجم، يعني يلا تلاحوا جداد، تحيدوا من ارض وحده اخرى وتلاحوا تما. دابا بقى السؤال، بما انهم 3 سنين وهما مدفونين تما، علاش دابا تجبدوا وتلاحوا تما؟ الا اذا كان عرف باللي ديك البقعة اللي كانوا فيها غتبنى وغتفضح، سواء كانت ديالو سواء كانت ديال واحد اخر. مهم مصلحة الطب الشرعي زادت عطاتنا ادلة جداد. لقاو واحد الطرف ديال سكوتش او ميكا كحل بدات كترشا، وحتى واحد الورقة مكتوب فيها شي حاجة. من بعد غنرجعوا لهاد الورقة، ما علينا. ملي بحثوا لقاو داك النوع ديال سكوتش كيتستعمل في لاصيرات ديال الفلاحة. مهم خداو داك الطرف اللي مازال ما تاكدوش واش سكوتش ولا ميكا، ومشاو عند الدروغريات باش يميزوا شنو هو، وكاملين اكدوا لهم باللي هاد سكوتش ديال لومبالاج ديال شي شركه وما عندوش علاقه بالفلاحه ولا لاصيرات نهائيا. وبهذا استبعدوا الفرضيه الاولى. من بعد ما فككوا داك الطريف ديال الميكا او السكوتش، لقاو فيه واحد الكود بار. ديك الساعه داو للمستشفى المختار السوسي، بحكم ديك الساعه هذاك المستشفى كان عندهم الماتيريال اللي يقدر يقرا داك الكود بار. من بعد ما قراو داك الكود بار قالوا بانه كيخص واحد الجمعيه ديال الهجره والتنميه. مهم مشاو ديك الجمعيه قالوا لهم فعلا هاد الطرف ديالنا، لكن حنا ملي كنساليو بهذا الشيء راه كنلوحوه. ايوا المحققين ركزوا على ديك الجمعيه حيت يقدر الجاني يكون واحد منهم. ايوا حققوا مع كاع الناس اللي تما بديك الجمعيه، لكن والو، حتى واحد ما عنده علاقه بهاد القضيه. نرجعوا للورقه وشنو كان فيها. الورقه كان مكتوب فيها الحاضي، وتحت منها سوف انتقم منك اشد انتقام، وتحت منها اديداس، وتحت منها مكتوب 3 ديال الخمساوات، 5 5 5. ايوا بزاف ديال التساؤلات بقات كدور بين المحققين، ودخلوا في واحد الدوامه اللي مخربقه. لكن المحققين طبعا كانوا في المستوى وغيقدروا يجبدوا لنا هاد خونا واخا تعذبوا واحد شويه. مهم بداو البحث على هاد الكلمه الحاضي اش كتعني، واش بلاصه، سميه، كنيه، تقدر تكون لقب، ولا تكون سميه ديال احد الضحايا، ولا سميه ديال القاتل، ولا شي حد اخر. ايوا نرجعوا للفرق الاخرين اللي كانوا خدامين في البحث على عائلات الضحايا، وبداو كيقلبوا في الارشيف ديال هذه 3 سنين على الناس اللي مبلغين على اختفاء ولادهم اللي ما بين عمر 10 سنين و 17 سنة. تم استدعاء هاد العائلات وتداروا لهم تحاليل الحمض النووي مع هاد الهياكل اللي تلقاو، ولقاو منهم اللي طابق الحمض النووي ديالهم، ومنهم الحسين اللي قال ولده غبر هادي 3 سنين. ايوا خلاو العائلات اللي طابقوا مع الحمض النووي عندهم وبداو معاهم التحقيق. سولوا احد اباء الضحايا، قال لهم باللي ولده خرج من المدرسه وخدام في المحطه ديال الكيران اللي حدا السوق. قالوا له واخا. دازوا الاباء ديال الضحيه الثانيه، قالوا لهم نفس الهضره، ولدي ما كيقراش
وخدام في المحطة اللي حدا السوق. في الأخير لقاو نقطة وحدة مشتركة، ما كيقراوش وخدامين في المحطة اللي حدا السوق. البوليس من بعد هادشي ومن بعد ما لاحظوا أنه المحطة أصلا قريبة من المحيطة هي البلاصة فين كاين ديك الجمعية، المحققين استنتجوا أنه الجاني كيدور غير هنا. والمحققين ركزوا على هاد جوج بلايص وبداو يبحثوا وكيسولوا في ديك المحطة. والمحققين صراحة شحال قدهم يسولوا في ديك المحطة فيها الغرق د البشر، راه في النهار شحال كيسافروا د الناس. مهم بعد مدة طاحوا في واحد خونا سولوه على هاد الحاضي، واش بلاصة سمية اشنو تكون. قال لهم هادي راها عائلة كاينه النص ديالها في اكادير وشي وحدين منهم هنا السارودات. قالوا له واخا كتعرف شي واحد منهم؟ قال لهم كنعرف واحد الولد سميتو نجيب وكنيتو الحاضي وخدام هنا كورتي كيقطع للناس في المحطة. هنا المحققين ما اعتقلوش هاد نجيب، لكن بقاو مراقبينه لمدة طويلة، و24 على 24 ساعة كانوا مراقبينه. لاحظوا السيد حياته نورمال، ما كان حتى حاجة كتثير الشبهات. صافي هنا قرروا انهم يعتقلوه ويحققوا معاه. بعد استنطاق معمق قال لهم انا الاب ديالي طلق الام ديالي هادي شحال وتوفات، وكاين عندنا عائلة في اكادير وانا راه ساكن بوحدي. قالوا له واخا عندك شي خوت؟ قال لهم عندي خويا سميتو عبد العالي. قالوا له واخا فين هو هاد خوك؟ قال لهم خويا ساكن في واحد البقعة. المحققين غير سمعوا بقعة حسوا بالثلج تكب عليهم وبرد عليهم ديك الحرارة. قالوا له واخا كمل. قال لهم بقعة عطيها له خالي والبقعة راه داير بها واحد السور. قالوا له واخا دينا لهاد البلاصة فين ساكن خوك. ايوا مشى معاهم في الصافيط ووصلوا تما وبداو كيدقوا. مع الدقة الاولى فتح لهم عبد العالي الحاضي، قال لهم تعطلتوا شحال وانا نتسناكم تهنيوني من هاد العذاب. ايوا دخلوا لتما لقاوه نفس لون التراب اللي كان على الجماجم، وفي القنت ديال هذيك البقعة كان داير عشة فين ساكن، وفي هاد البقعة كانوا مرميين سبرديلات وحوايج في الارض مزلعين تما. قالوا له ديال من هاد الحوايج؟ بقى ساكت. ردوا البال مع واحد البلاصة في البقعة بحال كاين فيها الردم ديال التراب مجموع تما. قالوا له شنو هادشي؟ قال لهم داير هكاك على وجه الشتا باش ما تدخلش عليا. وملي دخلوا للعشة اكتشفوا انه داك التراب جاي من تحت ديك العشة. ملي فتشوا لقاو واحد المذكرة والورق ديالها هما نيت الورقة اللي لقاو في هذاك الميساج وناقصه منها ورقة. هنا صافي تأكدوا ان هذا هو اللي كيقلبوا عليه. بقاو عاود كيقلبوا في البلاصة فين كينعس، حيدوا الفراش، حيدوا الكراطة اللي كانوا تحت الفراش، ولقاو باقا الرملة مردومة جديدة وغالبا كان دافنهم هنا وكينعس فوقهم. ويالله مؤخرا خرجهم ورجع ردم ديك الرملة ورماهم في الواد. واحد من المحققين سول عبد العالي فين كنتي كتدفن الدراري يا عبد العالي؟ قال له لهيه، أشار له بصبعه في البلاصة فين كينعس. يعني السيد كان دافنهم وكينعس فوقهم عادي فحال لما دافنش إنسان تحته. ايوا تم اعتقال عبد العالي وبداو التحقيقات معاه. وقبل ما نكملوا التحقيق خاص نرجعوا شويه اللور للدافع مور هاد الجرائم اللي دار عبد العالي. وكيف ما كنعرفوا ضروري يكونوا دوافع مور اي جريمه كيف ما كانت. حاضي من مواليد 1963 تزاد في تارودانت وسط عائله كتعاني من الفقر المدقع. الام ديالو طلقات من باه وباه تزوج. حاضي ما عرف فين يمشي، واش يمشي مع باه ولا يمشي مع امه، ولهذا قرر يخرج للزنقه كاع. لكن راه قبل ما يخرج للزنقه كانوا شي حاجات اخرين اللي دفعوه انه يخرج للزنقه. والفقر ما كانش هو المشكل الوحيد ديال حاضي. حاضي كان كيعاود بمراره على واحد الحاجه سميتها الحقره. حكى باللي ملي كان دري صغير تعرض هو براسو لاعتداءات جنسيه متكرره من طرف ناس كبار
كان كيتيق فيهم من عائلته وحتى من البران. حاضي تغتصب من طرف ولاد عمامه وحتى من ولاد جيرانه. الصدمات خلات ثقب كبير في القلب ديالو، كبر وهو كيشوف راسو ضعيف مهان ومحتقر من المجتمع. حاضي ما كانش كيقتل غير الدراري الصغار، كان كيحاول يقتل عبد العالي الصغير اللي كان ضعيف وكان كيشوف دوك الدراري الصغار ديال المحطة راسو القديم، وباش يحس باللي راه قوي كان كيمارس عليهم نفس البشاعة اللي تمارست عليه، بحال الا كيرد الصرف لكن في الضحايا الخطأ. حاضي عاش سنوات طويلة فحال الشبح، خدم في الفلاحة، خدم حمال وتنقل بين المدن. كان وحيد لدرجة كتخوف، وهاد العزلة هي اللي خلاتو يبني عالم لراسو، عالم كيسكن فيه غير هو والضحايا ديالو. ملي استقر في تارودانت لقى الصيد السمين، دراري مقطوعين من شجرة كيشبهوا ليه ملي كان صغير، منسيين من طرف والديهم وكيصفيها لهم من اللي كيسالي. قالك كيقتلهم باش ما يعيشوش داكشي اللي عاش هو ملي كبر. كان كيستدرج الاطفال حتى كيسولهم واش هما من هنا، واش عندهم شي عائله. ان فوا كيعرف ما عندهم حتى حد وبرانيين، كيطمعهم يا اما بطويجين ولا خبزه ولا شي حاجه وكيديهم البلاصه فين ساكن. سولوه المحققين علاش هز دوك الضحايا ولاحهم في الواد، قالهم خالي علمني باللي باغي يبني ديك البقعه، داكشي علاش هزيتهم وجمعتهم في 2 خنشات وهما اللي لحت في داك الواد. قالوا له واخا. واحد من المحققين تفكر واحد الجريمة دارت في 99 ديال واحد الولد تغتصب وتقتل وتلاح في البركاسة الزبل. قال له اجي داك الولد ديال البركاسة انت مولاه ياك؟ قال لهم ايوا نتوما ما سولتونيش، راه قتلت 9 ديال الدراري، كون سولتوني كون قلتها لكم. حاضي كان كيستدرج داك الوليدات بالوجه ديال الراجل الحنين والراجل اللي كيفكر فيهم وباغي يعطيهم ما ياكلوا وباغي يخليهم يباتوا مرتاحين. لكن ان فوا كيوصل العشاء كيتبدل من رجل طيب الوحش. كان كيدير الفعل الشنيع ديالو في داك الوليدات وكيخنقهم بحال اللي كيخنق كاع دوك الذكريات الخايبه ديالو. قال انه واخا كيعيا يطلبوه والو، قال باللي كيقولوا له عافاك عمي غير خليني نمشي، والله ما نقولها لشي واحد، والله ما نولي نجي لهنا. لكن هو كان كيشوف فيهم شوفة الجزار في الضحية، كيخنقهم حتى كتزهق روحهم وكيدفنهم بالعشة بكل برود وكيمشي يخدم عادي. كيقول الا خليتهم يعيشوا غيجرى لهم ما جرالي، اللهم نهنيهم. وقبل ما يتقدم حاضي للمحكمة سولوه على ديك الورقة اللي فيها الميساج شنو كتعني. قال لهم حاضي سميتي وسوف أنتقم منك أشد الانتقام، هذاك أنا كنتقم من راسي. أما أديداس هذيك الماركة اللي كنحمق عليها، كان الحلم ديالي نشري شي حاجة تكون أديداس أوريجينال. قالوا له واخا. و555 قال لهم هذيك تعني 5 يعني كل شي تمام، كل شي بيرفكت وكل شي هو هذاك. مهم من بعد تم تقديم عبد العالي الحاضي للمحكمة وعاود كل شي بالتفصيل اللي وقع للقاضي. القاضي سوله قال له واش كتشرب شي دواء الاعصاب ولا كتعاطى لشي مخدرات؟ قال له لا انا راه نورمال في عقلي، اما المخدرات لا جات شي حاجه في الطريق راه كنضربها. نهار 11 شهر 12 2005 محكمة الاستئناف بأكادير نطقات بالحكم اللي كان كيتسناه المغرب كامل، الإعدام. بحكم ما كانش كيطبق الإعدام في المغرب فراه رجع مؤبد. حاضي كان كيقول على أنه كينتقم من الطفولة ديالو، لكن هاد الشي ماشي مبرر للوحشية ديالو. وحاضي راه توفى نهار 10 شهر 12 2010 في السجن مول البركيب آسفي. حسب بعض الروايات كيقولوا أنه مات بسكتة قلبية، لكن هاد الشي غير مؤكد من مصادر رسمية. قصة حاضي سفاح تارودانت
هي تذكير لينا كاملين باللي الوحوش كيقدروا يكونوا مخبيين في توب ناس دراوش، ودوك الدراري الصغار اللي كنسميوهم حنا دراري الزنقة هما امانة خاص نحميوهم قبل ما يلقاهم شي وحش فحال الحاضي. وما تنساوش انكم تهلاو فراسكم وردوا البال لراسكم، وما تنساوش ايضا لايك ومتابعة باش يوصلكم دائما الجديد من عند ديبا. مع السلامة.